صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا توقيت الفيديو بتاعي. والنهاردة بقى إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة النجمة. كيكة سهلة وبسيطة ومش مكلفة وطعمها حلو جدا، ولو جربتيها هتلاقيها مش هتفرق حاجة عن الجاتو اللي بتشتريه من بره. يلا بينا، لو أول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل واعملي لايك للفيديو وتعالي شوفي الطريقة أنا عملتها ازاي. هنقول بقى المكونات بتاعتنا. اول حاجه هتجيبي بضايه، لو حابه تحطي بيضتين مفيش مشكله، بس هي بضايه واحده كبيره بتكفي يعني، ومطلعه صينيه الكيك حلو جدا. وهحط كمان ظرفين فانيليا، يبقى هتحطي بضايه ظرفين فانيليا، كوبايه سكر، ومكعبين زبده بمقام المكعبين الزبده 150 جرام زبده. تمام، وهتضربي كل دول مع بعض لحد ما لونهم يبقى كريمي. استخدمي مضرب كهرباء، او لو ما عندكيش مضرب كهرباء ممكن تعمليها بايدك او تعمليها بالمضرب اليدوي المتوفر عندك، اعملي بيه. لازم الزبدة تتضرب كويس مع السكر مع البيض مع الفانيليا، لحد ما يبقى لونهم كريمي. بعد كده هنضيف عليهم كوبايتين لبن. تمام، هتضيفي بعد كده بعد ما تضربيهم كويس ويبقى لونهم كريمي، ضيفي كوبايتين لبن. ده الكوبايتين اللبن يبقى دفائهم دفاء دمع العين، ما يبقاش اللبن سخن. بعد كده بعد ما تضربيهم كويس مع اللبن تروحي ضايفه كوبايتين ونص دقيق. اهم حاجه لازم تكوني ناخله الدقيق عشان بيديكي نتيجه احسن. وهنحط كيس بيكنج باودر وذره ملح ومعلقتين كاكاو خام، وهنضربهم كويس. طبعا بتكوني مجهزه الفرن بتاعك مشغلاه سخن على درجه حراره 180، الرف اللي في النص، تدخل لمده 20 دقيقه تطلع معاكي زي الفل. الخليط بتاعنا اهو بعد ما اتضرب حلو جدا. مقاس الصينية اللي انا بعمل فيها 30 في 40، كوبايتين ونص دقيق على كوبايتين اللبن على 150 جرام الزبدة، يعني مكونات كويسة جدا جدا على الصينية دي. دخلت الفرن بقى، وهعمل بقى الطبقة اللي انا هحطها فوقيها، طبقة الكريم جانتيه. كريم جانتيه انا بجيب كريم جانتيه لباني، المفروض بياخد كوباية ونص مية، لا انا بحطيت له المرة دي كوباية مية بس. انا بحب اعمل الكريم جانتيه بالمية، ما بحبش اعمله باللبن عشان ما يبقاش دسم قوي. وحطيت قصاده كوباية سكر مع كوباية كريم جانتيه كوباية مية وضربتهم عشان انا عايزة كريم جانتيه يكون تقيل. هضربهم كويس قوي، وبعد ما اضربهم هفضيه وهدخله التلاجة عشان انا عايزة استخدمه وهو ساقع. رغم ان الجو كويس بس برضو دخلته التلاجة عشان يتشمع شوية. ضربت كده الكريم جانتيه بتاعي كويس، وبعدين بقى الكيك في الفرن لما يطلع مش هاجي جنبه خالص لحد ما يبرد تماما، مش هشتغل فيه الا لما يكون بارد. اهو ده قوام بقى الكريم جانتيه بتاعي، بصوا عامل ازاي حلو جدا جدا. هدخله التلاجة واطلع بقى الكيك بتاعي اهو طلع. بعد ما برد خالص طبعا زي ما قلت لكم، جبت معلقه نوتيلا من اللي انا هزين فيها فوق الوش، وحطيتها في كوبايه ميه سخنه او كوبايه الا ربع كده، ودوبتها وضفتها على الكيك بتاعي من غير ما اخرمه ولا اشكشكه ولا اي حاجه. وجبت الكريم جانتيه وهو ساقع رحت حطاه كمان. لازم تعملي كريم جانتيه طبقه تكون عاليه شويه من فوق بتاعه الكريم جانتيه، مع سمك الكريم جانتيه ان هو كمان انتي عاملاه تخين، فهيبقى حلو قوي الطعم معاكي. وجيبي بقى اي شوكولاته عندك، يعني اي سائل شوكولاته عندك انتي بتعمليه في البيت، تشتري نوتيلا جاهزه من بره، بتعملي اي نوع اي حاجه، تروحي حطاها بقى على الوش من فوق وتسويها مع الكريم جانتيه. وحاولي وانتي بتسويها تخلطيها شويه مع الكريم جانتيه عشان تديكي شكل السحاب، ولما تحطي عليها النجوم. النجوم بقى دي بتجيبيها من عند مستلزمات الحلواني، علبة كده صغيرة ب10 جنيه، عن كور فضي كده صغيرة. انتي لما تشوفيها عنده هتعرفي هي فيها منها ألوان كتير، بس انتي هاتي اللون اللي هو الفضي عشان تديكي شكل النجمة بالظبط. كده انا خلاص خلصت بقى. انتي تجرنشي وتظبطي زي ما انتي عايزة، بس حاولي تخلطي كريم جانتيه مع الشوكولاتة وانتي بتحطيها عشان تديكي كمان شكل السحاب، وتضيفي بقى النجوم فوقيها. الكيك حاولي تسيبيه فترة كبيرة عقبال ما تيجي ان انتي تاكليه وتقطعي منه، يعني سيبيه بتاع 4 5 ساعات كده قبل ما تيجي تقطعي منه. فلو هتعمليه لولادك يتعشوا بيه الأحسن تعمليه لهم الصبح بدري. أنا عشان قطعته كده فبقى ان هو يطلع مني، لأن الكيك طري جدا بطريقة فظيعة. كانت لازم تساب ان هي ترتاح كده مع نفسها، لان انا لما قطعت القطعة اللي انا قطعتها قدامكم وبعدين دخلت نمت لان كنت بعملها بالليل،
تاني يوم بقى لما جيت اقطع منها واطلعها كانت بتطلع بكل سهولة ومظبوطة جدا. حلوة جدا الكيكة دي وسهلة وبسيطة ومش مكلفة، جربوها لولادكم هتعجبكم جدا انتوا كمان لما تاخديها مع فنجان قهوة او نسكافيه. الطعم حلو جدا ومختلف. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.